السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، بغيت نشارك معكم هاد الفطائر هادو اللي كيشبهوا الكريب. صراحه ساهلين ماهلين يوجدوا دغيا، يمكن لكم توجدوهم للكوتي. انا غادي نشارك معكم الطريقه ديال هاد الفطائر. حلوين بحشوه حلوه. نتوما لكم الاختيار انكم تديروهم يعني على شكل مملحات. فما نطولش عليكم هنا. بالنسبه للمقادير ساهلين، خديت واحد الكاس ديال مولينيكس بطبيعه الحال، درت فيه بيضه واحده تكون كبيره شويه في الحجم، درت فيه قبيصه ديال الملحه، وغادي نزيد هاد ساشيت لافاني، سكر لافاني، يعني فيها 7.5 غرام في الكميه. بالنسبه لهادو كما قلت لكم انا نوجدهم حلوين عليها، غادي ندير السكر. هنا غندير تقريبا واحد المعلقه. المهم هاد القضيه اللي درت انا دابا هي اللي كنقصدوا بها عيني ميزاني، كنبدا نزيد بشويه بشويه حتى كنشوف باللي صافي هذاك هو القياس. صافي هنا درت هذيك المعلقه. المعلقه اللي عبرت بها راه كبيره في الحجم. الا بغيتو تعمروهم بالمملحات ديروا الملحه فقط، ما ديروش السكر نهائيا. هما غيتحمروا بدون سكر. درت تقريبا 2 المعالق كبار ديال الزيت النباتي. فغادي نبدا نزيد في الحليب. بالنسبه للحليب غادي ندير 2 الكؤوس. الكاس اللي عبرت به هو كاس الشاي العنبه العادي المعروف. درت الكاس الاول وغادي نزيد الكاس الثاني فقط. هادشي اللي درت، هاد الكميه اللي درت بالضبط اللي صورت لكم، يعني هي اللي درت بالضبط، يعني ما زدتش نهائيا. الحليب يعني عادي من الثلاجه مباشره، ماشي ضروري يكون في حراره المطبخ. انا كنجمع كلشي في الخلاط حتى نخلط هاد السوائل، عاد نبدا نزيد في الدقيق. فهنا وريتكم الكأس اللي عبرت به، هما راه كيهزوا قد في الكمية. يعني هذاك الكأس ديال الزاج هذاك هو كأس العنبة، وهذاك اللي عبرت به يعني نفس القياس. صافي غادي نخلط كل شيء مزيان بحال هكا في المولينكس. فبالنسبه للكريب او لهاد الفطائر هادو باش كيجيو يعني زوينين وكيجيو ناجحين، ضروري انكم تطحنوهم مزيان، يعني فيما ديروا شي حاجه طحنوا مزيان. صافي هنا غادي نزيد الدقيق. فدرت الكأس الاول ديال الدقيق. هنا بديت كنشوف واش القياس هو هذاك، ولكن كان باقي خاص للدقيق. غادي نزيد هذا الكأس الثاني ديال الدقيق، يعني درت قد الكميه ديال الحليب قد الكميه ديال الدقيق. ماشي ديما كيكونوا، يعني ماشي ديما كتكون قد الحليب قد الدقيق، يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق. هنا راه كنت درت شويه وخلطت، وشفت باللي باقي جاري بزاف هذاك الخليط، وزدت باقي الدقيق. يعني كملت الكأس الثاني ديال الدقيق كله درته. لكن من الاحسن انكم ما ديروش 2 الكؤوس في دقه واحده، يعني يقدر يجي داك الخليط مثلا ثقيل ولا. من الاحسن انكم ديروا بشويه بشويه. الكاس الاول ديروه في خطره، ولكن الكاس الثاني تبداو تزيدوا بشويه بشويه كيف ما درت انايا حتى تحصلوا على القوام اللي خاصو، يعني اللي خاصو يكون. فهنا صافي هنا اكتفيت بالدقيق، هذا هو القوام اللي خاصنا نحصلوا عليه. يعني يكون خفيف، ما خفيف ما تقيل، يعني بحال هكا يكون خفيف، يعني بحال القوام ديال الكريب تماما. ضروري ومؤكد انكم تخليو الخليط يرتاح تقريبا 15 دقيقه، ضروري بالضبط. وتخليوه يطيب بحال هكا. تسخنوا المقله في الاول مزيان، عاد تبداو طيبوا. فاش تبغيو تخويو الخليط، حيدوا المقله من فوق البوطه حتى تخويو الخليط وتسرحوا فوق ديك المقله. عاد كترجعوا المقله فوق البوطه باش تخليو هذيك الفطيره طيب على خاطرها. هما ماشي كريب صراحة، ولكن انما بحال الكريب، حيت الكريب كيجيو مختلفين على هكذا. صافي كتخليو هذاك الفاصل تحت حتى كيبان لكم دوك الجناب تحمروا، عاد كتقلبوهم. كتقلبوها حتى كتحمر من الجهه الاخرى بحال هكا، ياخذ داك اللون الذهبي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. انا هنا كميه دهنتها بالنوتيلا وكميه دهنتها بالجبن الشيزي. لكم الاختيار نتوما شنو بغيتو تدهنوا. انا صراحه غير جربت، يعني كنت معوله ندير غير نوتيلا فقط، نديرهم هكا كلهم حلوين. قلت علاش لا ما نجرب داك الجبن ديال الشيز، وصراحه صدق واعر جا زوين. غير جربوه.
وقدموهم بالصحه والراحه. الا كنتو غتجي ديروهم مالحين كيف ما قلت لكم، غادي ديروا غير معلقه صغيره ديال الملحه فقط، ما ديروش السكر نهائيا، وتعمروهم بالحشوه اللي بغيتو من بعد ما طيبوهم بطبيعه الحال. فنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون نال اعجابكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بشي لايك للفيديو، شي تعليق محفز. نتلاقاو في فيديو جاي، وصفه بسيطه في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.